ريحة الشوي في البيت ليها طعم تاني صح؟ وخصوصا لما تعمليها بإيدك وفي الفرن كمان، أحسن وأوفر وأنضف من أي مطعم، والطعم ولا أروع. في بولة هنحط طماطمية مبشورة ومية بصلة وأربع معالق زيت، وعصير نص ليمونة ومعلقة كبيرة خل وزي صويا صوص، ونص معلقة كبيرة كاتشب، ونص معلقة صغيرة ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وتوابل مشويات وروزميري. ونقلب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي، ونمسك الفرخة بتاعتنا نعمل فيها تشريحات بالسكينة كده زي ما انتوا شايفين، وده عشان التتبيلة توصل لها لكل حتة. وبعد كده هندخل الفرخة في التتبيلة ونتبلها من كل حتة ونغطيها، ونسيبها في التلاجة ترتاح أقل حاجة من 4 ساعات لليلة كاملة. وبعد كده هنحط الفرخة بتاعتنا في الشواية وندخلها الفرن لمدة ساعة كاملة، وكل 10 دقايق هنقلبها على الناحية التانية عشان تاخد اللون الجميل من كل حتة. والصينية اللي تحت الشواية تكون متغلفة بورق فويل، وده عشان ما تتعبناش في الغسيل، وطبعا يكون ليها سور عشان السوائل اللي تنزل من الفرخة تكون بعيد عنها. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. جربوها وإن شاء الله تحبوها.